السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في قرع العسل ده؟ عملت طريقة قرع العسل بطريقة حلوة جدا، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو اللي بيشجعني والاشتراك في القناة. شايفين شكله عامل ازاي؟ وطعمه وريحته في منتهى الجمال. يلا بينا ندخل على الطريقة عشان ما اطولش عليكم. هنا كنت بوريكم قرع العسل قد ايه ان هو كده خفيف وسهل، ويلا بينا ندخل على الطريقة. مفيش اسهل من كده ومفيش ابسط من كده. معايا هنا كده نص كيلو من اللبن الحليب، وكوباية من السكر، وكيسين فانيليا ونشا. وده القرع العسل. الطبق ده لقيته ب25 جنيه، قلت اجيبه وهو متقطع كده احسن من الواحدة على بعضيها، يعني كده بيبقى اوفر، وبيبقى يعني ايه كل واحد بيجيب على قد الكمية اللي هو عايزها. جبت قرع العسل كده وقطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت عليه كوباية مية وظرف من الفانيليا وسبته يتسلق. جيت هنا بالنص كيلو لبن اللي هو اللبن الحليب، ضفته في الحلة عندي، وعلى البارد كده ضفت معاه كوباية الا ربع من السكر طبعا حسب الرغبة، وكيس من الفانيليا، وهضيف كمان معاه 3 معالق كبار من النشا. في ناس طبعا بتعمله بالدقيق، بتعمله زي البشاميل، بتحط الزبدة والدقيق وتحمرهم وتنزل باللبن، بس انا بشوف ان طريقة النشا بتبقى اسهل واخف. انا ما حطيتش اي دهون، ونزلت عليها بربع كوباية من المية اللي نزلت من قرع العسل. هاجي هنا في الصينية بتاعتي كده، شايفين يا جماعة المهلبية بتاعت قرع العسل بقت عاملة ازاي؟ خفيفة وكريمي خالص كده، وطعمها وريحتها حلو جدا. نزلت هنا قرع العسل بعد ما اتسلق وهرسته كده زي ما انتوا شايفين، وهنزله بميته لان انا عايزة اخد كل الفوائد اللي في قرع العسل. تمام. هبتدي كده اسويه في الصينية بتاعتي، وانزل بطبقة تانية من مهلبية القرع. مهلبية قرع العسل حلوة جدا، ولو عملتيها مهلبية اصلا وضفتي عليها قرع العسل وسبتيها كده في البولات عندك وحطيتيها في التلاجة برضو حلو في منتهى الجمال. هبتدي اسوي كده زي ما انتوا شايفين. هنا الصينية دي يا جماعة صينية قرع العسل من غير اي دهون، من غير ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. بجد طعمها كان حلو جدا وفي منتهى الجمال. دخلتها على فرن، طبعا الفرن لازم يكون الشواية مفتوحة والفرن من تحت، يعني بوتاجاز مفتوح تحت وفوق. وسبتها كده لغايه ما خدت الوش الحلو اللي انتوا شفتوه دوت، وطلعتها وقدمتها وبألف هنا وشفا لكل اللي كلوا منها. بجد طعمها حلو جدا، ويا ريت لو حد بيعملها بنفس الطريقه دي يكتب لي في الكومنتات. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو متنسونيش باللايك والكومنت الحلو اللي بيشجعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.